تعالوا بقى احكي لكم حكاية الأكلة ديت اتعملت ازاي. انا كنت قاعدة في الشغل وبعدين لقيت ابني بيتصل عليا وبيقول لي يا ماما انا عازم اتنين من صحابي على الغدا النهاردة، هتقدري ولا مش هتقدري؟ قلت له لا يا حبيبي طبعا هقدر. الموضوع مش كده، انا بحب طبعا ان دايما بفضل الله يبقى عندنا حد في البيت بيجي، يعني نعزمه على الاكل. انتوا عارفين الضيف لما بيجي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكرموا الضيف، لان الضيف وهو خارج بياخد معاه كل الهموم اللي في البيت والزعل ونكد والكلام ده. فقلنا بقى قلت بقى ايه، خلاص تمام. قبل ما اروح الشغل خرجت بقى الفراخ من الفريزر، وقلت عقبال ما ارجع من الشغل بقى ان شاء الله تكون ايه، تكون فكت، ده على اساس ان احنا اللي هناكل. وبعدين لما لقيت بقى ابني بيقول لي، قلت له ما تقلقش انا كده كده ايه، محضره الفراخ وهروح اعملها على طول. جيت اطلع لما جيت بقى لقيت الحاجه اللي فكت بتاعه الفراخ دي ايه، عباره عن ايه، لقيتها الايه، الحمام الكداب. قلت يلا كل واحد بياخد نصيب. وعملنا ايه بقى، عملت الخلطه اللي انتوا شفتوها الحلوه دي. حمرت شويه البصله، حمرت بصلايه، حطيت عليها الكبد والقوانص، وبعد كده نزلت بيها زي ما انتوا شايفين كده بالرز الحلو، وبحط عليها فلفل ومرقه، وطبعا فلفل اسود وملح يعني ومرقه. واهم حاجه بقى من كل اللي انتوا بتحطوه دوت، كل واحد يحط زي ما هو عايز التوابل بتاعته، لكن اللي هطلع لك الرز بتاع الخلطه بتاعت الحشو حلوه قوي قوي، النعناع الايه الناشف. عندك شويه نعناع ناشفين كده حلوين، حطيهم بقى وشوفي الجمال كله. وهنا بقى سيبنا الرز بتاعنا يستوي. جينا بقى قلنا ايه، نعمل ايه يا جماعه، نعمل جنبيها ايه. قعدت بقى طبعا احترت شويه بصراحه، رجعت قلت خلاص انا هعمل بطاطس، صينيه بطاطس كده حلوه، بصله كده بملح بفلفل ايه، تعملي لها كده مساج، وبعدين تحطي البطاطس، وبعدين تحطي بقى الزيت، وتحطي معلقه من الزبده او من السمنه البلدي بتاعتك، وتبقى طعمها زي العسل. بعد كده تحطيها بقى على نار هاديه خالص، وغطي عليها وسيبيها. هنا بقى جبنا بقى الايه، الحمام الكداب بتاعنا اللي هي اللوراك. طبعا انا غسلاها بقى ونقعاها، نقعتها بالايه، بالميه والملح والليمون والسكر وبعد كده بقى شطفتها وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى بجيب ايه، بجيب بقى المعلقه بتاعتي واروح بقى حاطه الرز، بس طبعا كان الرز سخن شويه. طبعا انا مستعجله جدا لان كان ابني بقى اتصل عليا، وقلت له خلاص انا رجعت من الشغل وايه وفي المطبخ. وقال لي بقى يا ماما، قلت له ده انا عامله لك كمان مفاجاه مش هقول لك عليها غير لما تيجي. طبعا هو اتفاجئ بايه، بالحمام الكداب. انا كنتش فعلا والله في نيتي اعمله خالص، لكن طبعا زي ما بيقولوا كل واحد بياخد ايه، نصيبه، وكل واحد بياخد رزقه. وما بتبقيش عارفه انت بتطبخي بتعملي اكل ايا كان، ما بتبقيش عارفه مين اللي جاي ياكل بالف هنا وشفا. والحمد لله طبعا عملناه، والحمد لله زي ما شاء الله لا قوه الا بالله، كلوه بألف هنا وألف شفا يا رب. هنا بقى زي ما انتوا بتشوفوا، بصوا الحشو سهل جدا، واللي يقولك بقى صعب، اللي يقولك ده مش عارفة بيفك أبدا، ولا الكلام ده والله. بس انتي حضري بس خلة السنان اللي انتوا عارفينها طبعا كلكم، وتقفلي الحتت الايه المفتحة معاكي، مفيش اكتر. بصي بصي، سهل جدا، ولا في صعوبة ولا في اي حاجة، هيطلع معاكي زي العسل. هنا بقى حشيت الحمام الكداب كله زي ما انتي شفتي كده. وبعدين هعمل ايه بقى، حطيت على النار المية بتاعتي تغلي، عقبال بقى ما كنت ايه، بحشي الحمام الكداب بتاعي. وهنا بقى بنزله، وبصي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولا حصل له اي حاجه. هنا بتعملي ايه، طبعا بشيل الريم من فوق الوش زي ما انتوا عارفين. وهنا بقى ايه، التوابل اللي انت بتحبيها بتنزلي. انا دايما بحب احط بحط ايه بقى، بحط ملح، بحط فلفل، بحط قرفة، جنزبيل الموجودة عندك، واللي انت بتحبي النكهة بتاعته ايه اعمليها. سلقته بقى الحمد لله، وعملنا هنا رز الابيض، وصينية البطاطس حطيناها تحت الشواية، وحمرت الايه، وحمرت الحمام الكداب بتاعي. هنا لو تاخدوا بالكم حتى ابني واقف كده منتظر ان ايه، ان انا اقول له يلا اغرب بقى، غرفت قصدي وشيل
الأكل وحطه لأصحابك بألف هنا وشفا ليهم يا رب. هنا بقى كنت لسه مطلعاه من تحت الشواية زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى أعمل هفك طبعا الخلة للسنان، خلي بالكم منها، لازم طبعا نفكها قبل ما نقدمها للأكل. تمام تمام. وعملت كمان شوربة لسان عصفور مع الرز مع البطاطس، صينية البطاطس مع الحمام الكذاب. بس احنا بقى في وسط اليوم كده نسينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما كده واحنا واقفين في المطبخ نذكر الله ونصلي على الحبيب. طبعا الرز اللي هو بتاع الخلطة انا طبعا كملت سواه وخليته بقى يبقى في الطبق، يعني نحطه في الحمام الكداب. وكان فيه كده كام ورك كده، قلت بالمرة يعني نعملهم علشان يبقى ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاكل كده يبقى كتير وهو صح لفردين. بس برضو لازم نحط بزيادة يا جماعة علشان اللي عايز ياكل ياكل براحته، ما يحسش ان هو محرج او مكسوف. لما نيجي نحط لازم نحط كده حاجة بزيادة شوية، معلش يعني احنا في الاخر هناخد الثواب من الله عز وجل، وفي نفس الوقت اللي ياكل هياكل براحته، ما يبقاش محرج ان هو شايف ان الاكل قليل. لا، نكتر ومش مهم حتى احنا ناكل دلوقتي، اهم حاجة ناكل الضيف، وبعد كده بعد الضيف نبقى احنا ناكل بألف هنا وشفا. ويا رب يكون عجبكم الفيديو.